السلام عليكم. فاش كنقولوا صباح العيد غادي نقولوا واحد الكيكه اللي غادي تكون ديال تحميرات الوجه، كيكه اللي كتجيب واحد الطبقه اللي كتجي مقرمله بزاف، والكيكه كتجي معلكه بزاف وكتجي غزاله. نبداو على بركه الله. في اناء درت 3 ديال البيضات، كاس ديال السنيده، بيصه ديال الملحه وانا كنخلط، كاس ديال الزيت، كنزيد عليهم ياغورت بذوق البنان، كندير الطحين وانا كنخلط. الطحين بطبيعه الحال كيبقى على حسب الخليط، عينك ميزان. كنبقاو نديرو في الطحين، كنزيد 2 خمارات، نص كاس ديال الماء اللي غليان، زدت عليه معلقه ديال الخل كبيره، وانا كنزيد هذاك الماء وانا كنخلط حتى كتخفف ليا العجينه. كنبقى ندير الطحين المهم حتى كناخذ القياس اللي بغيت. كندير الخليط في المول اللي غادي يكون مدهون بالزبده ومرشوش بالدقيق، كندخلها للفران، كنخليها حتى كتحمر. كناخذ مقله كندير فيها 100 غرام ديال الجليكوز، 100 غرام ديال السنيده، 100 غرام ديال الزبده، خنيشه ديال الفاني. كنخلط هذا الشيء مزيان غير حتى كيذوبوا لي هاد العناصر. كنزيد عليهم في المجموع 200 غرام ديال الفواكه الجافه. انا هنايا درت لوز ايفيلي كاع، اكاجو، اللوز. المهم كنخلط هذاك العناصر مزيان. الكيكه ديالي كنقلبها وكنفرش ليها ورق الطبخ باش ما كتلصق لياش داك الخليط نتاع النوغا. كنفرش عليها داك الخليط اللي درت وكنخشيها في الفران تقريبا مده 5 ديال الدقائق. كنشعل ليها الفران من الفوق. هذه هي الكيكه ديالتي، كتجي محمره ومقرمله. كنتمنى تجربوها صباح العيد، ومبروك عيدكم، الصحه والسلامه وباش ما تمنيتو يا ربي.